مش عايز اقول لكم قد ايه المخمضه اللي احنا اتمخمضناها واحنا رايحين قلعه اسكندر. هتشوفوا معانا كمان شويه قلعه اسكندر. اتفضل يا باشا. دي كده قلعه ايه بقى؟ دي قلعه شالي اورمي، يعتبر ده المعبد عشان بعد يحيمون. اه تقريبا العصور العصر الفرعوني الاسلامي. يعتبر القلعه دي كلها تعتبر في القرن ال 12، تعتبر 800 سنه. طبعا المعبد شوف المعبد. دي ايه الفرق بينهم وبين قاعه شهير اللي هي في وسط البلد؟ ما هي نفس البنى طبعا. دي يعتبر الفرق اللي هنا بقى في المعبد واحد. طبعا هناك طبعا اسمها قلعه شالي. اسمها قلعه شالي اورمي. شال اورمي. اورمي اسم القريه. اورمي. قلعة شالي أغورمي أو قلعة الإسكندر الأكبر. والموضوع ده مش بس كده، الموضوع ده ليه تاريخ طويل جدا هنحكيه لكم واحدة واحدة. قلعة شالي أغورمي ده نسبة للقرية اللي حواليها اللي اسمها قرية أغورمي. قلعة الإسكندر الأكبر لأن الإسكندر الأكبر زارها سنة 330 قبل الميلاد، وتم تنصيبه ابن الإله أمون، وقابل الكهنة بتوع التنبؤات وتنبؤوا له إن هو هيكسب كل معاركه الحربية ويفتح العالم، ولكن عمره قصير. وبالفعل أصدقائنا كان عمره قصير ومات عمره 32 سنة. أما حكاية القلعة دي من البداية، هي سنة 571 قبل الميلاد، لما كان أحمس الثاني جندي من جنود ورايح على ليبيا عشان يحارب هناك، وكان قائد للجيش، لكن ما كانش من سلالة الملوك ولا كان مالك على مصر. وقف في قلعة سيوة، وقابل كان كاهن من كهنة التنبؤات، وكان معبد صغير جدا. قال له تنبأ لي هعمل ايه؟ قال له انت هتتهزم في حرب ليبيا، ولكن انت بعد كده هتبقى ملك على مصر. وبالفعل في السنة اللي بعديها بقى ملك على مصر، وفعلا بنى معبد كبير جدا غير معبد الصغير بتاع التنبؤات، وسماه قدس الأقداس. ودي حكاية قدس الأقداس. وفي سنة 525 قبل الميلاد، لما الملك قمبيز الفارسي احتل مصر وبعت رسله لكل المعابد والأديرة عشان يعترفوا بشرعيته على حكم مصر، رفضوا كهنة التنبؤات الاعتراف بالشرعية ديت، وقالوا له انت جيشك ده هيهزم. وبالفعل غضب جدا وبعت جيش قوامه 50,000 جندي لغزو سيوة وقلعة شالي، ولكن اختفى تماما بعد مسيرة 7 أيام في الصحراء الغربية. سبحان الله، كانوا ملوك التنبؤات الجماعة دول. اه ده جبل دكرور. اللي هناك ده جبل دكرور. ده جبل دكرور كمان. ده جبل دكرور اللي بتعمل عيد الصلح او دي قلعه شالي. دي وسط البلد بقى. طبعا زمان خالص كان في اختلاف بين قبيلتين اللي هي قبيله اورمي وقبيله شالي. طبعا جاء واحد من ليبيا اسمه الشيخ المدني، عايزين يتصرفوا مكان محايد. تصرفوا فين؟ في جبل دكرور. اللي هو ده. القصه دي بقى كام سنه؟ لا يعتبر القصه دي من زمان خالص، لكن طبعا العيد السياحه مستمر لغايه اخر سنتين طبعا عشان موضوع الكورونا ما تعلنش، لكن بتعمل عيد السياحه في جبل دكرور او عيد بالنسبه لعيد الصبح. في اماكن دخول برضه كده. ده جبل الموتى. ده جبل الموتى اللي هناك ده اللي احنا كنا فيه، ما احنا كنا شايفين الكلام ده كله. ده جبل الموتى اللي كنا فيه. دي كلها القلعه، في حاجه ثانيه؟ دي يعتبر كلها قلعه. ده مسجد قديم قوي من اقدم المساجد اللي يعتبر مقارنه يعتبر 800 سنه بالظبط. 800 سنه. 800 سنه. مسجد يا جماعه من 800 سنه، ما شاء الله سبحان الله. طبعا المعبد زي ما خاص في سنه الاولى ده قدس الأقداس مكان نبوءه، مكان نبوء اسكندر الاكبر. طبعا اسكندر بس ده معبد فرعوني مش معبد فرعوني طبعا. لا معبد فرعوني. يعني ده صيته كان من اسكندر الاكبر، بتاع التنبؤات. بتاع التنبؤات. طب حسب التنبؤات. تاريخ معبد قدس الأقداس من الأيام الأسرة 26 الفرعونية، والنقوش اللي على المعبد بتقول إن هو أنشئ على يد أحمس الملك أحمس الثاني زي ما قلت لكم من سنة 570 قبل الميلاد لما نصب ملك. أما زيارة الإسكندر الأكبر ليه سنة 531 قبل الميلاد هي اللي كانت نقطة الانقلاب في تاريخ قدس الأقداس،
وزادت من أهميته التاريخية تماما لما بالفعل زار ووقف مع كاهن الأعظم لآمون، وتم تنصيبه ابن الملك آمون ومعمدوه بالديانة الآمونية، وبقى اسمه الملك الإسكندر ابن آمون المقدس. ولما سأل كانت التنبؤات عن مصير فتوحاته في الشرق وحروبه، طمنوه وقالوا له انت هتفتح العالم كله وتنتصر في كل حروبك ومش هتهزم ابدا، ولكن تنبؤوا له النبوءة الشهيرة انه هيموت في سن صغير، وبالفعل مات عمره 32 عام. المعبد أصدقائنا مكون من دورين، دور أول ودور تاني مفتوح، وهو ده اللي بناه الملك أحمس الثاني زي ما قلنا. وفي شهر 11 اللي هو شهر نوفمبر، وخلوا بالكم الشهر ده كويس جدا ليس الا ان هو الشهر اللي انا اتولدت فيه، في شهر 11 او اخر 10 بيتعامد الشمس مرتين على المعبد قدس الاقداس، وبتدخل الشمس الجميلة من فتحة معينة بفتحات معينة وشبابيك معينة بالمعبد، هنوريها لكم في اثناء الفيديو. كانت المعبد أهمية كبيرة، وكان حكام الدول وحكام العالم بيجوا لهم مخصوص، وقبل كمان ما يخش عليهم كانوا بيتطهروا في بير كده كانوا عاملينه في المعبد، وطبعا كان ليهم تماثيل وفي نقوشات كتير بتقول الكلام ده، الدليل كان بيشاور عليها. ولكن في شيء سيء جدا، كان الحرامية أو اللصوص في أثناء العهد الفرعوني كان عندهم علم إن الميت بعد ال40 روحه بترجع له، طبعا بيشوف النقوشات بتاعته وبيعرف حكاياته وبياخد الكنوز بتاعته. فهم لما كانوا بيزوروا الحاجات دي عشان ينهبوها ويسرقوها، كانوا بيحفروا كل النقوشات وبيخربوها وبيسرقوا التماثيل بتاعة الناس والملوك وكده، عشان يطمسوا الحقائق، وعشان الملوك او الناس المهمة اللي ماتوا لما ترجع لهم الروح بعد ال40 ما يلاقوش طبعا كنوزهم، وما يقدروش يقروا النقوشات والرسومات الجميلة دي، على اساس انها طبعا معلومات بتدل على مكانتهم ووضعهم وبتقول لهم فين الكنز بتاعهم. كانوا معتقدين دايما ان هم لما بيعملوا كده الحاجات دي هتطمس معاهم الى الابد، وهم يبقوا سرقوا الكنوز كلها الموجودة في المكان. كانت تنبؤوا ان ديش قنبيل مش حاصلين في المعبد، شوف في الصحراء فعلا الكلام اللي حصلت ان ديش قنبيل ما وصلش هنا، كله يعتبر تاه في الطريق في الصحراء، ما وصلش هنا في المعبد. ده لما جنود الاسكندر تنبأوا بفقدان جيش قنبيز. جنود الفراعنه صح؟ الفراعنه لا جنود الاسكندر لما هم تنبأوا. هم تنبأوا ولا كهنة المعبد؟ كهنة المعبد تنبأوا انه مش هيوصل. مش هيوصل فعلا، الكلام مش ما وصلش هنا في زي الشرط للمعبد، ان اللي حصل هنا التنبؤات، يتحصل قرابين، حصل يعني، لكن ده الشمس اللي بتخش على طبعا المعبد ده كان فيه سقف. ده الشمس مكان الشمس تخش كده وتخش من من الباب احد الشبابيك اللي بتتعامد عليها الشمس وبتخش منها اشعتها في يومين في شهر 11. وهنا البير الكبير اللي حكيت لكم حكايته. طبعا البير ده دلوقتي يعني مش نظيف بقى، فيه رمل وفيه حصى وفيه طوب، لو تنظف هتخش له الميه، طبعا كل الميه كبريتيه من تحت الارض. والبير ده ذات أهمية قصوى في المكان، لأن كان الكهنة التنبؤات دول كانوا زي ما قلت لكم كده مشهورين عالميا، ومكانهم في قدس الأقداس، وكانوا الملوك والتجار وذات الثروة وذات المال وذات الجاه، كل الناس دول كانوا يعتقدوا فيهم جدا وفي الديانة الآمونية، وكانوا يقولهم عشان يتنبؤوا لهم بحالهم ايه الايام اللي جايه، تجارتهم فيها ايه. طبعا الملوك فتوحاتهم فيها ايه، طبعا اسوه بالملك اسكندر الاكبر، هيموتوا امتى، هيصحوا امتى. كانوا معتقدين فيهم جدا، وقبل ما يخشوا لازم يستحموا، ولازم يعني ياخدوا الدش بتاعهم يستحموا كويس جدا في البير ده. الجردل طبعا له السويل ما شعب المعبد ده، حتى الحته دي والمرافق ده بتملى ميه برضه من البير. بتملى من البير. دي فيها اثر ميه. ده مثلا تنزل من هنا مثلا. تنزل من هنا، والحته دي برضه ده لو كان اسبوع ما يخرجش ميه، يعني كان زي ما هو. ده هم السويين كانوا يشربوا منه بقى. يشربوا منه. السويين اللي بنوه مش الفراعنه. السويين اللي بنى البير الكبير دوت طبعا اهل سيوه اللي كانوا عايشين في سيوه في الفتره دي، طبعا تاريخه كبير جدا. ودلوقتي هنخش على اقدم مسجد في سيوه من 800 سنه. المسجد يا جماعه ده اقدم مسجد في سيوه.
دلوقتي في الجزء ده. لا ده بس. مين اللي بنى ما تعرفش انت؟ والله هو اللي طبعا الناس طبعا ده يعتبر جيرة ولسه بيصلوا فيها اهو، في سجاده اهو صالح للصلاه. هو اقل واحد اتفضل على الصلاه. والسلم ده وضع فين بقى؟ ده المنبر. المنبر بتاعه. والقبله دي. دي القبله. شوف الابواب، تحس ان انت في عهد الاسلام القديم. المزلاج ده ده باب اصلا النخل، جذوع النخل. باب من جذوع النخل. وبرضه سقفه من جذوع النخل اللي هو ايه، يرطب المكان. مكان يعني تحس انه جنه. جذوع النخل. من القاهره. شعر بهدل. قلت لنا القلعه اسمها قلعه ايه؟ قلعه شالي اورم. شالي اورم، اللي هي بيسموها قلعه أورمي. اورني اورم اسم قريه. ولا اورم؟ اغورمي. أغورمي. قلعه شالي اغورمي. احنا دلوقتي يا جماعه في مطلع المسجد اهوت، وعايز اقول لكم الجو هنا بديع جميل جدا، رغم ان الدنيا حر جدا في سيوه، لكن الجو هنا تحفه، وداخل المسجد تحفه. ليه بقى؟ عشان جذوع النخيل دي بتعمل عازل للحراره، هي والكرشيف اللي هو الملح مع الطين مع صح؟ بالظبط. ولا بس جذوع النخل بس هي اللي بتمنع؟ لا هو الترشيف طبعا جذوع النخل بيبقى ايه في طبعا الطبقه العريضه كده بتعمل جذوع النخل السقف، وتحط عليها مسنتين من فوق كمان عشان ايه الشمس ما تعملش حراره. والمطره برضو ممكن تنزل منها ما ينزلش. لا المطر لو ما نزلش مطر كتير يعني لو امطار ضعيف يعني. انت تلاقي مثلا في مطر في القاهره اسكندريه ما تروح لغايه بالنص على داخل انت داخل على سيوه هتلاقي مطر شغال. لو تيجي على سيوه هتلاقي الدنيا. ودلوقتي داخلين معبد امون. ادي يا جماعه معبد امون اهو. احنا اهو دخلنا اهو المعبد، هو عباره عن نصب كده، وده مسمينه معبد ايه، نصب معبد امون، وعليه بعض الرسومات الفرعونيه. وهنا في حجر كده هو عليه نقوش، ده بالانجليزي. ما ينفعش دخول. الانجليزي ده اللي هم وخدنا أكثر من صورة تذكارية مع المعبد الجميل وفي القلعة الجميلة. أصدقائنا المكان بيحكي عن نفسه، وادعوكم لزيارته. ما تنسوناش دايما بدعمكم الدائم لينا بلايك وشير والاشتراك في قناتنا عشان يوصلكم منا كل جديد. شكرا جزيلا ليكم، سلام عليكم.